السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده هنعمل مع بعض بلح الشام بطريقه سهله وبسيطه وخطواته واضحه جدا. ازاي نطلع بلح الشام يكون مقرمش من بره وطري جدا من جوه، ويكون كده مفرغ من جوه ومش مكتوم خالص. ومش هقول زي الجاهز لان هو بيكون احلى من الجاهز كتير جدا. وكمان هقول لكم في الفيديو على شويه حاجات هتطلع معانا بلح الشام مظبوط، حتى لو كنت لسه اول مره بتجربيه، لانه ما شاء الله طعم مريحة حلوة جدا وكمان مقرمش. وهنعمله مع بعض بطريقة هتبقى من اسهل الطرق اللي ممكن تجربوها في بلح الشام، وطريقته مضمونة جدا. هطلع معانا بلح الشام مظبوط حتى لو كنتي اول مرة بتجربيه. فيلا بينا نبدأ ونشوف طريقته ازاي. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. واول حاجة هنعملها في وصفتنا النهاردة وهي الشربات، لاننا بعد كده بنستخدم الشربات بارد، فهنعمله وهنسيبه على جنب لعند ما يبرد. وشربات بلح الشام استخدمه او لازم يكون تقيل. بنعمل اول حاجة كوبايتين سكر، عليهم كوباية ونص مية عادية، ولا ساقعة ولا سخنة، مية من الحنفية عادي. وهنضيف عليهم عصرة ليمونة، وناخد بالنا اننا في المرحلة دي ما بنقلبش الشربات نهائي. هنرفع بقى الشربات على النار. انا هنا حطيتها على العين الصغيرة بتاعة البوتاجاز، وزي ما قلت ان احنا ما بنقلبهاش في المرحلة دي، بنستناها لعند ما تغلي وبعد كده بنقلبها. وهنا كان خلاص الشربات معانا غلت، فهقلبها وهسيبها على النار 5 دقايق من بعد الغليان. وبعد لما ال5 دقايق يعدوا وتحسوا ان قوام الشربات تقل معاكم ويكون كل السكر داب، فهنرفعها من على النار وهنسيبها لعند ما تبرد تماما، لان في وصفتنا النهارده محتاجين ان الشربات يكون بارد تماما. ممكن كمان انكم تعملوا الشربات دي من قبلها بيوم عشان يلحق يبرد وتستخدموه على طول. شايفين بقى قد ايه قوامها تقيل؟ وده القوام اللي احنا محتاجينه في وصفة بلح الشام. لازم الشربات يكون بارد وتقيل. وتاني حاجة هنحضرها وهي المواد الجافة. معايا 375 جرام دقيق، ونوع الدقيق اللي انا استخدمته ده دقيق متعدد الاستخدامات، ونخلته كويس قبل ما ضفته. ولو مش متوفر ميزان ممكن نعايره بكوباية. هنستخدم 3 كوبايات ممسوحة، عليهم معلقة كبيرة من النشا، وده بيعادل 10 جرام. وياريت ما نبالغش في كمية النشا اللي احنا نحطها، عشان لو كترنا من النشا فهيطلع البلح الشام مش هيشرب الشربات وهيطلع معانا مكتوم. فمعلقة واحدة بتبقى كفاية جدا. مع التسوية المظبوطة هناخد نتيجة حلوة جدا وقرمشة مظبوطة من بلح الشام. وبعد كده هنقلب النشا كويس جدا مع الدقيق، وده عشان ما يكلكعش معانا وقت التسوية. وبعد كده هنحضر المواد السائلة. معايا طاسة او حلة هنحط فيها 3 كوبايات مية، وده بيعادل عندنا 600 جرام مية. ونفس الكوباية اللي عايرت بيها الدقيق والمية هي نفسها اللي هعاير بيها الزيت. معايا هنا تلت كوباية زيت او 70 جرام زيت، هحطهم عندي على المية. هنحط كمان عليهم معلقة صغيرة سكر، ومنكترش من السكر عشان ما يخليش بلح الشام ياخد لون بسرعة وما يستويش كويس ويطلع ني من جوه. كمان عشان لما نحطه في الشربات ما يبقاش مسكر زيادة عن اللزوم. عليهم كمان ربع معلقة صغيرة ملح. هنقلبهم الاول كويس مع بعض وبعد كده نرفعهم على النار. هنسيبها لعند ما المية تغلي، واول ما المية تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هننزل عليهم بالمواد الجافة اللي احنا حضرناها. وفي الوقت ده انا سبتها على نار متوسطة، وبعدين هنقلبهم كويس جدا مع بعض لعند ما كمية الدقيق دي تختفي وما يبقاش فيه اي حاجة من الدقيق ظاهرة. في الاول بنحس ان كمية المية معانا كتيرة، بس مع التقليب هنلاقي ان المكونات دي كلها اندمجت مع بعض وبقت كتلة واحدة ومتماسكة. اهم حاجة ان احنا نقلبها كويس جدا لعند ما كمية الدقيق دي تختفي معانا تماما. ولو حسيتوا ان كمية الدقيق كلها لسه ما اندمجتش معانا، فده بيكون عادي جدا. بنستمر في التقليب لعند ما الدقيق يندمج معانا، ما يبقاش فيه اي حاجة من الدقيق تبقى ظاهرة خالص. هنستمر في التقليب لعند ما نحس ان كمية العجينة معانا بقت ناشفة ومتماسكة في نفس الوقت. وطبعا لازم ان احنا ننشفها كويس جدا على النار، وده عشان بلح الشام بعد كده يطلع معانا مقرمش ومش طري خالص. واول لما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده خلاص كده بيبقى تمام، القوام بتاعنا مظبوط. بنطفي عليها النار ونبدأ نحطها عندي في بولة او طبق، ونبدأ نفتحها كده.
طبعا احنا لازم نفتحها عندنا بالمعلقة عشان لو فيها اي بخار فالبخار ده يطلع، وكمان عشان البخار برضو ما يعملش مية في العجينة نفسها. وبعد ما نفتحها كده بالمعلقة هنسيبها بقى لعند ما تبرد تماما. هنسيبها بقى على رخامة المطبخ عادي لعند ما تبرد تماما. وقبل ما بنضيف البيض بنتأكد ان العجينة بقت باردة معانا تماما، ولا سخنة ولا دافية. لان لو العجينة كانت لسه سخنة بمجرد بس ما بنضيف عليها البيض فهنلاقي ان البيض معانا استوى. وكمان ما ينفعش ان احنا برضو نستخدم العجينة وهي لسه دافية، لان لو حطينا البيض على العجينة وهي لسه دافية فهنلاقي ان بلح الشام بعد كده لريحة زفورة. فلازم نتأكد ان العجينة بقت باردة معانا تماما، وبعد كده بنبدأ ان احنا نضيف عليها البيض. هنضيف هنا 5 بيضات، هنضيفهم تدريجيا، يعني هنضيف واحدة ورا واحدة. والبيض اللي هنستخدمه لازم يكون في درجة حرارة الغرفة. وكل ما نضيف بيضة على العجينة هنضيف عليها رشة فانيليا صغيرة، وهنبدأ نعجنها في قلب العجينة. ممكن بقى ان احنا نسهل علينا وان احنا نعجنها في العجان، او ممكن نعملها بايدنا كده بالطريقة التقليدية عادي. وفي الحالتين عامة بتدينا نفس النتيجة في الاخر. وزي ما قلت ان احنا بنضيف البيض واحدة واحدة عشان العجينة ما تفصلش معانا، وكمان ما تاخدش وقت مننا واحنا بنعجنها. وكل بيضة بنضيفها لازم نحط عليها رشة فانيليا، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة فانيليا. ويفضل ان احنا نستخدم نوع فانيليا كويس عشان لو في اي ريحة للبيض فيشيلها. ودلوقتي بعد ما ضفنا ال5 بيضات وعجناهم مع العجينة، شايفين بقى القوام بتاع العجينة ده القوام المظبوط لبلح الشام. قوام العجينة بيبقى طري وفيها تلزيقة وفيها مطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالنسبة بقى لتشكيل بلح الشام، فانا هنا معايا الكياس الحلواني اللي هي استعمال مرة واحدة. هستخدم عندي كيسين او ممكن تستخدموا القماش عادي. وتاني حاجة معانا التب او القمع اللي احنا هنشكل بيه بلح الشام. معايا هنا القمع ده رقم 7، ممكن تستخدموا القمع برضو رقم 8 وبيبقى حلو جدا برضو. انا هنا هستخدم الكيس الحلواني اللي هو بيكون استعمال مرة واحدة، استخدمت 2 وحطيتهم في بعض. وبعد كده هدخل عندي التب او القمع في الكيس الحلواني، وهقص عندي الفتحة بتاعته فتحة صغيرة جدا بالمقص. يفضل الكيس الحلواني اللي احنا هنستخدمه ان هو يكون نوع كويس عشان في الاخر يدينا نتيجة كويسة. وبعد ما هنحط التب هندهن عندي الكيس الحلواني من جوه بالزيت، وده عشان ينزل معانا بلح الشام بسهولة. وكمان هيخلي بلح الشام من بره املس وناعم، وهينزل بقى معانا بسهولة من غير ما ياخد اي جهد خالص. وفي الاول قبل ما بنشكل بلح الشام بنضغط بس على الكيس ان هو يطلع كمية الهواء اللي بتكون موجودة فيه. وبالنسبة بقى لتسوية بلح الشام، فاحنا اول حاجة بنشكله في زيت، والزيت طبعا لازم يكون بارد تماما. وده لان لو شكلنا بلح الشام في زيت سخن فهنلاقي ان بلح الشام مش هياخد التسوية المظبوطة اللي احنا عايزينها، وهتلاقوا كمان ان هو اتشقق معاكوا وحجمه ما تضعفش. وعشان بلح الشام يطلع معانا مظبوط ومقرمش والتسوية بتاعته تبقى مظبوطة، فلازم ان احنا نشكل بلح الشام في زيت بارد. وبالنسبة عندنا للحجم فده بيكون على حسب الرغبة، يعني لو حابين تعملوا حجمه طويل او حجمه صغير. ولازم ناخد بالنا واحنا بنشكله، لازم نضغط جامد على الكيس الحلواني عشان يطلع معانا الصابع مظبوط وحجمه متساوي، وعشان برضو ما يبقاش فيه حتة تخينة في الصابع وحتة تانية لأ. واحنا بقى بنشكله بنقطع عندي كل واحدة بطرف مقص، بين كل شوية والتانية بنبل عندي المقص بالزيت، وده عشان العجينة ما تلزقش فيه. وكمان لازم ناخد بالنا ان احنا ما بنملاش الطاسة على الاخر، بنسيب فيها مسافة صغيرة عشان بلح الشام من الحاجات اللي لما بتستوي حجمها بيتضاعف. وبعد بقى ما بنشكله بنرفعه عندنا على نار متوسطة، وما ينفعش خالص ان احنا نحطه على نار عالية في الاول عشان هنلاقي بلح الشام اخد لون من بره وهنلاقي من جوه لسه ني. فهنحطه على نار متوسطة، ودي التسوية المظبوطة لبلح الشام عشان في الاخر يدينا القرمشة اللي احنا عايزينها. بتلاحظوا بقى ان بلح الشام بدأ حجمه يتضاعف ويطفو على وش الزيت كده من فوق. في الوقت ده بنبدأ ان احنا نقلبه عشان بلح الشام ياخد لون موحد ولونه يبقى حلو. وبين كل شوية والتانية بنبدأ ان احنا نهزه بالطاسة عشان ياخد التسوية المظبوطة لبلح الشام ويطلع معانا مقرمش من بره وطري من جوه. وفي بقى حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في بلح الشام، ان احنا ما بنضيفش خالص بيكنج باودر، لان لو ضفنا بيكنج باودر فده هيطلع معانا بلح الشام طري ومش مقرمش خالص. شايفين بقى شكله ما شاء الله جميل ازاي،
والرسمة لسه موجودة ما راحتش خالص منه. هنسيبه كمان شوية في النار لعند ما يغمق درجتين او 3، لان بلح الشام من الحلويات اللي اول ما بنحطها عندنا في الشربات فبنلاقي بقى ان هو لونه بيفتح، على عكس بقية الحلويات ان اول ما نحطها في الشربات بنلاقي ان لونها غامق شوية. فهنسيبه بقى في النار لعند ما يغمق كده درجتين او حاجة، وبعد كده لما ياخد الدرجة المظبوطة اللي احنا عايزينها بنبدأ على طول نطلعه من الزيت. في الوقت ده انا كنت بسويه على نار اعلى من الهادية بشوية. وما ننساش ان احنا لو هنحط لو في كمية عجينة باقية هنحطها عندنا في الزيت، فهنستنى لعند ما الزيت يبرد تماما وبعد كده هنبدأ نشكل فيها بقية العجينة. وفي الوقت ده كان الشربات معانا برد، والشربات طبعا بلح الشام بيكون تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبجد دي من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها في بلح الشام، وطريقته مضمونة انها تطلع معاكم بلح الشام مظبوط ومقرمش من بره ومستوي من جوه. ومش هقول زي الجاهز لان هو بيبقى احلى كتير جدا من الجاهز. وبعد كده هنبدأ نحطه عندنا في الشربات وهنقلبه كويس فيه. مجرد اصلا ما بنطلعه من الزيت بننزله على طول في الشربات البارد والتقيل. هنسيبه بقى في الشربات حوالي دقيقتين، وبلح الشام اللي بتكون طريقته مظبوطة فهتلاقي ان هو بدأ يشرب الشربات وحجمه يتقل شوية. وكمان بتلاحظوا ان هو بيبقى فيه لمعة كده، وده برضو دليل ان بلح الشام اتعمل بطريقة صح وكمان خطوات مظبوطة. بعد بقى ما قلبناه كويس في الشربات وبلح الشام بقى مليان شربات كده وفيه لمعة حلوة، هنبدأ نشيله بمصفى وهنصفي منه الشربات الزيادة اللي بيكون عليه. شايفين بقى شكله ما شاء الله جميل جدا وريحته كانت حلوة قوي. ودي بجد من الحلويات السهلة اللي انا انصحكم انكم تجربوها لان طريقته بسيطة وواضحة جدا. وكمان بتلاحظوا ان بلح الشام اول ما حطيناه في الشربات ان الشربات بدأ قوامه يخف شوية، وده بيكون طبيعي جدا عشان بلح الشام كان سخن. وبعد بقى ما هنصفيه من الشربات الزيادة اللي بيكون عليه هنبدأ نحطه عندنا في طبق. شايفين بقى شكله ما شاء الله جميل جدا ودرجة اللون مظبوطة، ودي الدرجة اللي احنا عايزينها في بلح الشام. وكمان القوام بتاعه مظبوط، مقرمش من بره وطري من جوه مليان شربات. شايفين بقى من جوه عامل ازاي مفرخ كده ومش مكتوم خالص. ده دليل ان الطريقة بتاعته كانت صح وخطواته مظبوطة، وده احلى واطعم بلح شام ممكن تجربوه. وطبعا مش هقول زي الجاهز لان هو احلى من الجاهز كتير جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون واضحة وخطواتها بسيطة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.